12 ربيع أول، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ده طبعا احتفال على كل الدول الإسلامية، بس أصل الاحتفال كان فين؟ ده اللي هنعرفه. طبعا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أصله فاطمي. احنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف من 1000 سنة مع دخول الحاكم الفاطمي لمصر سنة 973 هجريا. وده تحديدا كان في القرن الرابع الهجري. الفاطميين كانوا بيحتفلوا بالمولد النبوي الشريف بالإنشاد الديني، وده طبعا بحضور الحاكم في المساجد. ده غير طبعا الأكلات اللي كانوا بيعملوها وبيوزعوها على الفقراء. ومع دخول الحاكم بأمر الله لمصر بقت الاحتفالات مختلفة، وكان الاحتفال في موكب عظيم، وكان بيحتفل إنه بيوزع الحلويات على الجنود وعلى الناس وعامة الشعب. وكانت زوجته بتظهر بفستان أبيض، علشان كده جه اختراع العروسة والعريس. ومع خروج موكب الحاكم بأمر الله وزوجته، النواب وكبار المسؤولين كانوا بيوزعوا الحلويات على الشعب والجنود كنوع من التقرب السياسي، علشان بس يوطدوا علاقتهم بالشعب، وما لقوش مناسبة أحلى من المولد النبوي الشريف علشان يقربوا للشعب ويشوفوا إيه سياستهم معاهم ويقدروا يتعاملوا معاهم ويحببوا الشعب فيهم. واختلفت طبعا أنواع حلويات المولد، منها السمسمية، ومنها الجوزية اللي هي جوز هند يعني، ومنها الملبن كمان. بس ده طبعا ما كانش في الوقت الفاطمي. اتطورت حلاوة المولد وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس هي في الحقيقة كانت حاجات بسيطة جدا. بدأوا يطوروها زي ما قلت لكم بشكل سمسمية وملبن وعين الجمل وحاجات تانية كتير. وكانت حلويات المولد بتتوزع على الفقراء والأطفال في الشوارع، والطباخين كانوا بيتفننوا في ابتكار أشكال مختلفة من الحلويات. حلاوة المولد بتتباع أو بيتاجروا فيها قطاعي وجملة في أماكن كتير، بس أشهرها واللي مشهورة بحلويات المولد في باب بحر والسيدة زينب والحسين وبين الحارات، والأشهر فيهم باب البحر. واشتهر شارع باب بحر بصناعة حلويات المولد، وده نسبة للعارف بالله سيدي محمد البحر. ده من أصول شامية، ولما جه القاهرة استقر في مسجد من المساجد وبدأ يدي فيها دروس للناس. ده غير طبعا إنه لما توفى اتبنى له مقام هناك، وتكريما ليه بعد وفاته فبدأوا يصنعوا حلويات المولد في نفس المكان. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بألف خير، ويا حلاوة المولد.